من علامات قروب الساعة انتشار الظلم وغياب العدل بين البشر. احيانا قاتل صح انتم تديفونديو عليه وترجعوه ماشي قاتل. ممكن دافعت على انسان، على متهم اللي كان مذنب. لا ما يلزمش يكون بريء، لا بريء، ما يهمنيش انا بريء او ماشي بريء، ما يهمنيش. الحكاية الأولى لأنها مغربية يختطفون ابنها وتخسر مالها. كي نكون في المروك نعرفوا لي زالجيروا نقعدوا معاهم ناكلوا معاهم، يتسمى جامي توقعت باللي غادي يديروا لي هكذا. هذه قضيه مؤلمه ما فيها شك. خداو لي ذهبي، خداو لي كل شيء، انا ما على باليش. الذهب الله يربحهم، انا مسامحتهم بدنيا واخره. مي الطفل هذاك وعلاه شغل يخرج مريض، هو اشنو ذنبه؟ فميلت باباه ينحيوا له يماه. رانا امام عمليه تاع اختطاف. الحكاية الثانية كريم يدخل السجن لأن القانون لا يحمي المغفلين. غلطت على كل حال، درت غلطة، صبت روحي في الحبس. شاب كيما هذا اللي معترف بالخطأ نتاعو ربما يزيد تخلق له ديبريسيون، ربما يزيد يخمم في حاجة واحدة أخرى، ولا المجتمع ما يرحمش. لكن أنا لو كان نطلب منك أنك تساعد زهرة المغربية هذه الأم، ونساعدوها بدون مقابل، باش نتفاهموا بدون مقابل، يعني كفيت ووفي. برنامج أحكي حكايتك تشاهدونه في الأوقات التالية على الشروق العامة.